أكدت مصادر لبين سبورتس اقتراب الاتحاد الجزائري لكرة القدم من التعاقد مع المدرب البلجيكي جورج ليكنز. يأتي هذا في الوقت الذي تأخر فيه الإعلان عن خليفة الصربي ميلوفان رايفاتش، وهو ما يضع مسؤولي الاتحاد تحت الضغط، سيما وأن المنتخب تنتظره بعد أسبوعين فقط مواجهة قوية ضد نيجيريا في الجولة الثانية من تصفية المونديال. أيام قليلة تفصل المنتخب الجزائري عن المواجهة القوية أمام نيجيريا ضمن تصفيات المونديال، والغريب في الأمر أن الاتحاد الجزائري لم يحسم بعد في خليفة السربي ميلوفان رايفاتش. تنقضي الأيام بسرعة والاختيارات محدودة، ليجد المسؤولون عن الكرة في الجزائر أنفسهم في وضع حرج. المنتخب بدون مدرب حتى الآن، في الوقت الذي تستعد فيه كل المنتخبات للجولة الثانية من التصفيات. الضغوط تتزايد والاختيار صعب، فبعد سقوط ورقة المدرب البلجيكي مارك فيلموتس الذي تراجع عن قرار منح موافقة نهائية بداعي أنه يريد خوض تجربة جديدة مع الأندية، وهو ما خلط أوراق الرئيس محمد راوراوا الذي كثف من تحركاته من أجل الفصل سريعا في مستقبل المدرب الجديد. وسائل الإعلام الجزائرية دخلت على الخط، حيث أوضحت الهداف أن خيار الاعتماد على المدرب كوربيس أصبح لاغيا بعد احتمال تعاقده مع لوريون، كما أن فكرة التعاقد مع المدرب بول لوغوين لم تتضح معالمها بعد. الشروق الجزائرية وفي تصريحات نقلتها عن اللاعبين الدوليين السابقين الذين انتقدوا رئيس الاتحاد واعتبروا أن معرفته الكروية لا تخول له اختيار المدرب. بعد تعثر المفاوضات مع فيلموتس وكوربيس، أصبح المدرب المحلي بديلا يفرض نفسه أيضا ليطرح اسم المدرب جمال بالماضي الذي راكم تجربة جيدة. الوقت يمر بسرعة والاتحاد الجزائري لم يعثر بعد على المدرب، واللاعبون يترقبون الاسم الجديد، فهل الاختيار سيكون صائبا؟ فبين السرعة والتسرع خيط رفيع على الاتحاد الجزائري أن ينتبه له، والأهم هذه المرة أن يكون الاختيار صائبا.